السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد على قناتي يوميات امان السيد. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وباحسن صحه واحسن حال. يلا بقى مع بعض هنعملها، هنحتاجها في رمضان كتير. لزوم الفول بقى وشويه طحينه جنب حواوشي جنب مشويات وحاجه كده ايه خطيره في البيت، طعمه وانضف. وان شاء الله المكونات تبقى موجوده في البيت، وصدقوني هتبقى اوفر كمان من اللي احنا بنجيبها من بره. معانا كوبايتين سمسم، ونص كوبايه فول سوداني، ونص كوبايه دقيق، أو يعني 4 معالق 4 معالق طعام دقيق. زيهم بالظبط يعني زي السمسم زيهم بالظبط زيت. بس اهم حاجه تكون نوعيه الزيت كويسه ونظيفه. نوعيه الزيت بتفرق جدا في طعم الطحينه. اول حاجه انا خدت السمسم، انا عندي سمسم هنا ابيض عادي. اللون السمسم بيفرق فقط في لون الطحينه. اذا كنت انت حباها طحينه فاتحه او غامقه، فانا بحبها فاتحه مش غامقه. فعادي انا جبت ابيض عادي، ويا دوب حطيته زي ما انتم شايفين في طاسه ما فيهاش اي نقطه ماده دهنيه، ويا دوب سخنته. بوريكم هنا لما تسخنوه ايه، لما تمسكوا السمسم تلاقوه ايدك مستحملاه، مش سخن قوي، يعني بتدفيه بتطلعي الرطوبه اللي فيه. وهكذا الفول السوداني، وحطيتهم على بعض. انما الدقيق انا برضو بدفيه، ودي خطوه يا بنات مهمه جدا في الدقيق. ما تحطوش الدقيق ني، عشان الدقيق الني بيبقى غلط على المعده وبيعمل زي غازات وحاجات كده يعني، وبيتعب المعده. انا برضو بدفيه اللي هو يسخن معايا، بس مش هحطه على السمسم والفول السوداني. هرجعه تاني في البوله اللي انا كنت حطاها فيه، ولما اجي اضيفه هضيفه، يعني مش هضيفه في الاول لان انا لسه هطحن الفول السوداني والسمسم في الكبه. فعشان ما يبقاش تقيل على الكبه وخلاص، انا كده كده هحطه في الاخر وانا بعمل في الخلاط. جبت هنا كبه الخلاط بتاعتي، احط 3 او 4 معالق، يعني ايه، كميه بسيطه مش الكميه كلها، عشان برضو مش عشان نعملها في البيت نخسر الخلاط بتاعنا، يبقى حرام. حبة بحبة كده تطحني، عشان هي لما بتطحن في الأول بتبقى خفيفة معاكي في الضرب. بعد كده لما بتتقل، لأن أصلا السمسم هو زيوت، فكل ما بيتقل الزيوت بتطلع، فاهميني أنا قصدي إيه؟ فكل ما بتضربي بيتقل. أهم حاجة صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. معلش الفيديوهات متأخرة شوية، لخبطت بقى الدنيا كده والمواعيد، وكنت اول يوم عند والدتي ربنا يخليها يا رب ويديها الصحه. والله كنت بصور لكم، بس حصلت مشكله في التليفون وبرضه ما عرفتش اكمل تصوير. فان شاء الله نبقى مع بعض واحده واحده كده، وربنا يعيننا جميعا. وان شاء الله مش هتاخر عليكم في الفيديوهات باذن الله. بس انتوا بس شجعوني كده بلايك وبكومنت كويس، والقناه تترفع شويه بالله عليكم، بحق الايام المفترجه اللي احنا فيها دي يعني. آمم، ابتديت باخد بقى حبة بحبة لغاية لمّا اخلّص الكمية. هنا طحنتهم خالص، كده معاكِ طحينة جافة، يعني مسحوق طحينة جاف. أحط بقى الأول نزلت بكوباية زيت، يعني السمسم كده بالفول السوداني، وممكن تضيفي عليه الدقيق، كده معاكِ معجون الطحينة الجافة زي ما قُلت لِك. نبتدي بقى نحطه في الخلاط. أنا حطيت الأول كوباية زيت، وعليها معلقة كبيرة ملح، تمام. وهاضرب. ليه عملت كده؟ لإني أضمن إن الملح دايب في الزيت وهيدوب بقى في بقية المكونات لمّا انزّلها. ابتدي بقى اخد معلقتين يعني 3 4 معالق كده، برضو حبه بحبه واضرب، حبه بحبه واضرب، عشان برضو الخلاط ما يتقلش معايا، مع شويه دقيق. بصوا انا هنا ابتديت احط الدقيق ازاي، وهكذا لغايه ايه ما اخلص الكميه كلها. زي ما انتم شايفين كده هتبقى ناعمه وسلسه وجميله. انا كده اهو زي ما انتم شايفين، لسه قدامي ايه، الكوبايه التانية بتاعه الزيت. هبتدي برضو اكمل زي ما انتم شايفين، احط بقيه المكونات، واكمل هحط بقيت كوبايه الزيت دي هحط نصها، وهسيب نصها مع الضرب، يعني هكمله في الاخر. ما حطيتهاش كلها، نزلت بحبه بحبه لما اشوف الطحينه هت سمكها معايا هيبقى عامل ازاي وهتربط معايا. ممكن ما تحتاجش كميه الزيت كلها، بس هو الاساسي كوبايتين السمسم بياخدوا معاكي كوبايتين الزيت بس. برضو انزلي بحبه حبه عشان ما تبقاش تقيله معاكي وتبقى مكتله. زي ما انتم شايفين هنا حطيت بقية السمسم بالفول السوداني والدقيق، ونزلت بنص كوباية الزيت زي ما قلت لكم. وانا بشتغل حسيت ان هي لسه محتاجة، هبتدي افتح الخلاط، غطا الخلاط، وانزل بيها زي ما انتم شايفين كده. بصوا بقى يا بنات الطحينة ناعمة ازاي، ولا مكتلة ولا تقيلة. على فكرة هي في الضرب كده عشان لسه السمسم سخن والكلام ده بتبقى ناعمة وخفيفة، انما كل ما بتقعد كل ما بتتقل ونضيفة وتقيلة. معلقتين بس منها اللي انتي بتعمليها في البيت، بصوا ناجحة 100%. معلقتين منها ما شاء الله بيرموا كمية. جربوها بطريقتي صدقوني النتيجة مضمونة، وأوفر وأنضف. بره بيزودوها دقيق
كتير جدًا عشان يدوكِ كمية. وده كان فيديو النهارده، اشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله، مع السلامة.